فيلم اللي بيبدأ مع جده أنا واللي بيكلم جوتوندو بيقول له إيه يا أستاذ جوتوند، ابعت الولد بعربيات المية علشان ما يعملش معاكم الغلط. بيقول له أنت كده هتعمل الغلط مع الشخص الغلط، شوف لك حد تاني يلعب معاه. فبيقول له طيب أنا هبعت لك الواد راجو وهو بيحب اللعب من النوع ده. راجو بيروح عند جوتوندو اللي المفروض يقتله أو يلعب معاه زي ما عمه أنا قال لنا، بس الواد لعبه غشيم شويتين. ابن جوتوندو بيقول لرجالته روقوا على الضيف أصل دمه خفيف. بيدخل عليهم راجو بيكسر فيهم واحد واحد ومش فارق معاه أي حد لحد ما أخد حديدة جابت أجله وخدوا صاحبه مظهر وربطوه بسلاسل في العربيات. وبالمناسبة ده مسلم أو كلهم مسلمين يعني، بس راجل بيمسك السلاسل وبيفكها بكل سهولة والسر في الخلطة الهندية. والتاني بيكمل في العيال ضرب وابن جوتوند حاول يهرب منه لكنه كسر ازاز العربية وطلعه منها وقتله. بيخلصوا طلعة القتل بتاعتهم وبيروحوا عند صاحبهم شافي بيلاقوه بيولع في صوت حبيبته. فبيسألوه بتولع في ايه حمادة؟ بيقول لهم في العالم عشان هي مش هتبقى فيه. راجل بيقول له يا عم تعالى بس نروح نرقص شوية وهنشوف موضوع العالم ده بعدين. وبيروحوا الحانة وبتدخل الفنان وبتبدأ فقرة الرقص وراجل بيعمل تقيل بس مظهر لا ما بيقدرش يمسك نفسه وبينزل على واحدة ونص معاها. راجل بيروح عليها وبيقول لها الف مبروك يا عروسه وكده نعرف انها حبيبه شافي. بيروحوا كلهم عند انا عشان يعرفوا انهم قتلوا ابن جوتوند وبياخدوا البركه من الجزمه كالعاده. انا بيقول لراجل انه لما لقاه في الشوارع وهو صغير كان لحد ركبته لكنه دلوقتي خلى الهند كلها ترجع تحت رجله. وبيجي القزم ابن انا واسمه فيشنو. انا بيقول له كنت فين يا اوزع يا ابني، المفروض تكون جنب ابوك في يوم زي ده. بيقول له اول حاجه انا مش بحب الزحمه وبعدين مكان الابن في قلب ابوه مش جنبه وللاسف يا حجوج قلبك زحمه ومفيش فيه مكان غير لراجو وده عشان هو بيكره راجو جدا. ابوه بيتعصب منه ويسيبه يمشي. وساعتها القزم بيقول لراجو انه عشان طويل فاكر نفسه حاجه مهمه وعشان انا اوزع وقصير مفكرني ماليش قيمه. بس احب اقولك ان المسدس بيكون كبير والرصاصه صغيره ولو سالتني ده معنى ايه هقول لك ولا اي حاجه. الراجل بيسمع الكلمتين وبيسيبه ويمشي. وتاني يوم بيقف في البلكونه وبيلاقي عربيه حلويات قدام البيت. الراجل بيبقى قاعد وسرحان بيلاقي ست كبيره بتعيط وشايله جثمان ابنها على العربيه ورايحه تدفنه وده عشان مش قادره تشيله بس العربيه بتقع منها وراجل بيلحقها. الست بتجري عليه وبتشكره وبتقول له انها ملهاش حد في الدنيا دي غير اللي مات وعشان كده مفيش حد يساعدها في دفنه. الراجل بيقول لها انه هيساعدها فبتدعي له. بيقول لها ان ربنا ما استجابش دعوتك لابنك، هيستجاب لما تدعي لي. الست بتقول له مين قال لك انه ما استجابش؟ ده بعت لي 4 شباب يمشوا معايا في جنازه ابني. وفعلا بيشيلوا الكفن مع الست وبيدفنوه. واول ما بيخلص بيلاقي القمر وقع من فوق لكنه مش بيتكلم وبلغه الاشاره بتقول لهم فزوره، حاجه بتخليك تشتاق وتخلي قلبك على تك وبتخليك تعيط واوقات بتجرحك واحتمال كبير تموتك. الراجل بيقول لها الحب والاجابه بتبقى صح. زويا بتفرح ان في حد فهم لغزها اخيرا وبتدي له آلة عزف كهديه وده لانها بتدور على فرقه موسيقيه. وبعدين الراجل بيجي له تليفون من انا واللي بيكون مفوض الشرطه رافع عنده علشان يعتقله لان في بلاغ ضده انه قتل ابن جوتوند. ومش بس كده وزعيم مافيا واداره بيوت دعاره. انا بيقول له انه هيروح معاه بهدوء وبيقول له انهم في الدور العاشر دلوقتي وكل ما ننزل دور هيجي لك تليفون وهتعرف ان في منطقه اتمنع عنها الميه لحد الوزير نفسه واول ما نوصل الارضي هيجي لك تليفون بانك تفرج عني. وده اللي بيحصل فعلا وبيجي له تليفون اول ما ينزل وبيضطر يفرج عنه. بس قبل ما يمشي بيقابل راجو بيقول له ما تخليش ولائك لانا يتحول لعبوديه. الراجل بيقول له خليك في شغلك وانا هخليني مع ولاء. وبعدين بيروح عند ولاء زويا وبيقول لها انت ازاي مش خايفه مني؟ بتقول له طول ما معاك الهرمونك اللي انا مديها لك انا مش خايفه. بيسالها عاوزه كام واحد علشان تكمل الفريق الموسيقي بتاعها؟ بتقول له يعني 5. بياخدها وبيروح المنطقه بتاعته عشان يجمع لها الفريق وبيقدر يجمع لها الفريق فعلا وبيصورها وهي بتعمل بروره والحياه بتبقى وردي لحد ما جوتوند بيجي وبيضرب عليهم نار ويصيب بيال اخت حبيبته القديمه. بيروح بيها المستشفى يتبرع لها بالدم. وهناك بيروح الضابط رافي بيقول له زويا انا عارف انه المره دي كان بيدافع عنكم وعارف كمان انك تقدري تغيريه ويوم ما تعملي كده وتخليه يسيب انا كلميني. في الوقت ده بيفوق راجو وزويا بتجري عليه وتحضنه لكنه بيزعق لها وبيقول لها انه ما انقذش حد بالعكس هو عرض حياتهم كلهم للخطر وان ايده دي ما تعرفش حاجه غير السلاح مش العزف وانه اتولد كده وهيموت كده وكل اللي هي بتعمله ده مش هيغير حاجه فيه. بتقول له انها اتولدت في مكان كله قتل وسلاح وان اخوها اتقتل قدامها واللي خرجها من ده هو حبها في الموسيقى. وتاني يوم بيال بتخرج من المستشفى وبيجي لهم خبر ان فرقتهم اتقابلت في مهرجان كشمير الموسيقى. في الوقت ده راجو بيجيب بلالين عشان الحلو قلبها يلين وبيبقوا مع بعض طول الوقت وبيلاقوا الأزع جاي وبيهدد راجو انه هياخد بيال لانها كبرت والعين كترت عليها. وفي واحد من رجالته لسه بيقرب عليه بس راجو بيديله واحده دبل كيك جامده هيك والقزم كان هيضربه بالنار لكن مظهر بيمسك السلاح ويضربه. فبيقوم وبيقول لراجو انه كلب عند ابوه وانه لو زويا اخذت اي طفل معاها في المسابقه هيقتل طفل من كل عيله وبيسيبه ويمشي. شاف صاحبه بيقول له بتضرب فيشنو علشان واحده زي دي فبيضرب صاحبه بالقلم وساعتها شافه بيقول له انه ولاؤه ليه انتهى. وتاني يوم راجو بيروح عند انا عشان يستسمحوا ان الاطفال يروحوا المسابقه وان هو عاوز يبدا حياه جديده مع زويا بعيد عن الاطفال. وفي نفس الوقت فيشنو بيخطف واحد من الاطفال وزويا بتكون وراه وبتراقبه فبيقتل جوتوند وزويا بتتكشف فبيطلعوا يجروا وراها. زويا بتبعت رساله للظابط رافو
وراجو كمان علشان يلحقوها. في نفس الوقت انا بيقول له راجو ان فيشنو قتل جيتون، بس في بنت اسمها زويا شافته، وكمان حد من جواسيسهم في الشرطه بلغهم ان زويا بعتت رساله للظابط رافو وبيقولوا انه هيعطل الظابط لحد ما يلاقي زويا ويقتلها. راجو بيتصدم من اللي بيسمعه وبيطلع جري على زويا وبيقول لها ان انا بعته عشان يقتلها وبياخدها ويهرب، لكن رجاله انا بتتلم حواليه زي النمل وبيرموا عليه مولوتوف بس ما بيولعش، والسر برضه في الخلطه الهنديه. طبعا الشتاء بينزل وبيبدا تكسير في العيال وبيضربهم واحد واحد لحد ما فيشنو بيجي وبيبقى خاطف الاطفال وبيهدد زويا انها تركب او يقتلهم. طبعا بتروح وراجو بيجري عشان ينقذها، لكن في عربيه بتخبطه وبياخدوا راجو ومظهر واصحابه كلهم وبيربطوهم في ساحه في وسط جيش من العصابه. وفيشنو بيجي وكان لسه هيقتل راجو، لكن انا بيتدخل وبيوقفه. بيقول له راجو انا كنت معتبرك اكتر من ابني وهتحتفظ بالمكانه دي بشرط واحد وهو انك تقتل زويا، وساعتها بس هسيبك تعيش انت والاطفال. راجو بيقول له انا عندي حل افضل، اقتلني انا وسيب زويا والاطفال يعيشوا، لكنه بيرفض وبيقول له يا اما تقتلها يا اما هتموتوا كلكم. زويا بتعيط لكنها متقبله الموت عادي، وراجو بيفتكر كل حاجه حصلت بينهم وبيجي وقته انه يقتلها وبتمسك السلاح وتوجهه على قلبها، وبيفضلوا يعيطوا هما الاثنين لحد ما بيضطر يقتلها وبيقعد بيها ويفضل يعيط. والشرطه بتيجي تاخد راجو بيودوه السجن، ومظهر والشباب بيدفنوا زويا. وتاني يوم مظهر بيكون بيصلي ورجاله فيشنو بينزلوا فيه ضرب لكنه ما بيقطعش صلاته وبيفضلوا يضربوا فيه وبيقطعوا له رجله. والخنزير القصير بيشغلوا عنده خدام. بنرجع تاني للراجو وكل المساجين بتضرب فيه وعاوزين يقتلوه بامر من فيشنو، لكنه بيعلمهم الادب من اول وجديد ونازل فيهم ضرب بالحديد. ومش بيهدى غير لما يتخيل زويا حبيبته، وساعتها بيكملوا فيه ضرب لحد ما الشرطه تلحقه. انا بيروح لفيشنو وبيقول له انت حاولت تقتل راجو في السجن. فيشنو بيقول له انه شاف الموت في عين راجو يوم ما قتل زويا وعمره ما هينسى نظرته ليه، لكن انا بيقول ان الشهود كلهم ضده وانه هيتحكم عليه بالسجن مدى الحياه. وهنا بقى الخاين شافي بيقول له لو عاوز تلاقي فرصه تقتله يبقى لازم تخرجه من السجن. الضابط رافي بيقول لراجو ان الشاهد رجع في كلامه بامر من فيشنو وبيقول له لسه قدامك فرصه تقف ضدهم، يمكن ساعتها روح زويا تسامحك. في نفس الوقت دخل انا عليه وقعد يعيط علشان ما يقتلش ابنه. راجو قال له انا اخترت الولاء وانت اخترت الدم. وبيفرجوا عن راجو بيطلع بيلاقي صاحبه الخاين مستنيه مع رجاله فيشنو وبيديله السلاح اللي قتل بيه زويا وبيقولوا دي هديه بسيطه كده بمناسبه خروجك من السجن. وبيرن على فيشنو بيقولوا ان راجو في طريقه ليه، بيجهزوا جيش كامل عشان يقتلوا راجو، لكنه بيمشي بينهم وكانه على كورنيش النيل لحد ما بيوصل للبغل باتيستا وبيرمي السلاح وبيستسلم ويمشي. طبعا فيشنو مش مصدق انه استسلم، بيطلب من شافه انه يراقبه. راجو بيمشي وبيروح بار وبيسكر زي الحمار قاله. بيرجع من البار وبيقابل اصحابه بيقولوا له انه يوم ما قتل زويا ما كانش قاتل، لكنه لما تخلى عن الانتقام بقى جبان. وطبعا شافي بيكون مراقبه وبيروح يبلغ فيشنو باللي حصل لانه برضه ما بيبقاش مصدق. بيقولوا انه هيعمل له اختبار وساعتها بس هيعرف انه عاوز ينتقم ولا لا. راجو بيروح البار بيلاقي شافي ماسك بيال وبيقول له انه هيبيعها في مزاد، وفيشنو بيكلمه بيقول له مش قلت لك الطلب كتير عليها، قول لي بقى هتنقذ مين، بيال ولا حبيبتك اروز؟ وبيبداوا المزاد على بيال وبتفضل تنادي عليه لكنه بيسيبهم ويمشي. انا بيمسك القزع وبيديله قلمين وبيقول انه حذره من انه يقرب من راجو. فيشنو بينزل يبوس رجليه ويترجاه انه يسامحه وبيعيط، وابوه كان لسه هيحضنه قام زقه من فوق العماره وقال قدام الكل زمن انا انتهى، دلوقتي زمن فيشنو. وبعت رجالته علشان يقتلوا راجو وبينزلوا في ضرب لحد ما يعرف ان انا مات، وساعتها بس بيمسك الرجاله وينزل فيهم عجن وبيمسح بيهم التراب، وبعد ما بيخلص بيدفنهم. وبيروح على صاحبه بيقول له انا صحيح ما اعرفش ارجع لك رجلك من تاني لكن اعرف اخلع قلبه من جسمه. وصاحبه شافه بيجي ويعتذر له عن اللي عمله، واروز بتقول له ان خطته نجحت لانه خلى العدو يصدق انه مش عاوز ينتقم. وكمان الضابط رافي بيقول له انه بيدعمه وهيعطل الشرطه على ما يقوم بالواجب. وتاني يوم بيكون عند فيشنو احتفال كبير جدا اسمه الدوسيرا، ويطلع فيشنو علشان يولع الشمع بيلاقي راجو في وشه وبيضرب عليه السهم لكنه بيمسكه يسلك بيه اسنانه. طبعا رجاله فيشنو بيدخلوا على راجو لكنه بينزل ضرب فيهم واحد في التاني لحد ما بيوصل لباتيستا. في الاول باتيستا بيلعب بيه كوره وبيمسح بيه المكان وبيفضل يضرب فيه لحد ما الكل بيبقى فاقد الامل في ان راجو يعيش. وطبعا القزع مبسوط، واول ما باتيستا بيضرب مظهر راجو بيقوم وبيكسر دماغه، وكل الموجودين بيعملوا لراجو سلم علشان يطلع لفيشنو ويقتله. واول ما بيطلع فيشنو بيديله سهم في صدره وبيزقه وبيفكر انه وقع لكن بيطلع تاني وبيشيله ويرميه من فوق وبرضه مش بيموت. راجو بيكتب بالنار اسم زويا، بيقولوا ان الاسم ده معناه الحياه والحب ومفيش حد يقدر يمحي الاسم ده حتى الهك، ومفيش حد هيشيل سلاح بعد النهارده. فيشنو بيجري منه لكن راجو بيولع في الصنم وبينزل عليه يسويه في الارض، بعدها راجو بيموت. ولو عجب الفيديو اشترك في القناه واكتب لي رايك في كومنت. اشوفكم على خير.